اخوان، اليوم تاريخ 8 شهر 6 2025. موسم ديال الحصاد سالا. حنا الاخوان كنتواجدوا بجماعه مولاي عبد الكريم دوار القليين، اللي جات ما بين واد ورغه وواد سبو، قريه بو محمد، اقليم تاونات، الطريق الرابطه ما بين القريه وقنطره ديال الدبيشات في اتجاه عين دريج وجرف الملح. واليوم العمال تبارك الله عليهم كيخدموا كينقلوا البال تحت هاد الظرفيه ديال الحراره اللي واصله تقريبا ل 42 درجه مئويه. ومع ذلك تبارك الله الرجال راهم خدامين. شوف تبارك الله كيهز الباله بالمدنه، شوف تبارك الله، اللهم بارك، الله يعاونهم والله يسهل عليهم، الله يسر لهم الامور. الاخوان، اليوم جينا نشاركوا معكم واحد المعلومات على الباله الاخوان. هذا العام هذا اللهم بارك جا مزيان، الكاليتي تبارك الله زوينه. البال ديال السلك ماشي البال ديال الشميطه. الفرق ما بين البال ديال السلك والبال ديال الشميطه هو ان البال ديال الشميطه كيتقطع، كتخدمو كيعطيك الباله مزيانه، ولكن فاش كديه للمكازه اولا كتبغي تبيعو كيبقى يتقطع وكياكلوا الفار وكيتقطع. وهنا كتكون واحد الخساره اللي هي تقريبا كتعادل واحد 20% ديال الارباح اللي كتمشي لك هباء منثورا، عكس السلك تبارك الله. راه السلك صحيح والباله ديالو كتجي مدكنه ديال المترو، وكتجي الباله مخمخمه وما يمكنش يتقطع، يعني ما كتضيعش في البال ديال السلك. الجوده ديالو جوده عاليه وممتازه. اخوان، هاد البال اللي كتشوفوا ديال بنديره، اكيد تكونوا عارفين بنديره شنو هي. بنديره عطات 260 باله في القطار، تبارك الله جات مزيانه هذا العام هذا. 260 باله في القطر اللي هو واحد الرقم كبير بزاف لا يستهان به. والحمد لله هادشي من بعد واحد المجهودات ديال السقي ومجهودات ديال يعني الخدمه والتماره والعمل. بالنسبه للشباب الكوادالايت، كنظن مازال ما بديناش البال ديالها، هي اللي كاينه في هذه الجهه، كاينه هنا. كنظن انها غادي تعطي اكثر من 260 باله في الهكتار، لانه الاخوان كوادالايت كتميز بالطول ديال يعني الورقه ديالها والسبوله ديالها كتجي طويله بزاف وكتعطي الهيشار بزاف. يعني الاخوان كنتوقع تعطي واحد 300 باله تقريبا او لا اكثر في الهكتار. وان شاء الله تبقى تخليكم معنا في الفيديوهات الجايه، نعطيكم بالتفصيل شحال وصلات كوادالايت من باله في الهكتار. الاخوان والاصدقاء، المعلومه الثانيه اللي بغيت نشارك معكم هو انه فاش كنبغيو مثلا كنساليو الحصاد وكنبغيو ندخلوا البريصه للحصيده، راه ما ماشي كنجيو نبقاو نبالي وطن ودفع ودوز حيد، لا، كاين واحد مجموعه من المسائل اللي كنديروها للعمليه ديال البريصه او للاله ديال البريصه، باش كنحاولوا اننا نجيبوا البال مقاد. كاين ريكلاج في الماكينه كيتريقل، وكل مثلا واحد 3 الخطوط كنحاولوا اننا نتيستيو، كتهبط كتنزل وتشوف الباله. مثلا اخوان بحال هاد الباله هادي، بحال هاد الباله كنشدها بحال هكا بالسلك ديالها وكنشوف التقوليه ديالها واش مزيره ولا ما مزيراش، لانه لما كانش مزيره اون فوا غادي تهزها بيدك غادي تفركت، وهادشي هذا ما نبغيوش، لان كتكون واحد الخساره. وكيفاش كتكون هاد الخساره؟ يعني انت كتجيب كتعيط مول البريصه ولا مول الاله ديال البال، كيجي كيبالي لك كيدوز، خصو يسالي باش يمشي عند واحد اخر يدبر على راسو. فاش ما غاديش تحضي معاه وتقلب الباله ديالك واش مزيره مزيان ولا ما مزيراش، وحتى يفوتوا يمشيو عاد تقلب البال وتلقاه كله مرخي، اون فوا كتهز الباله كتولي تشتت، هذه راه خساره كبيره الاخوان. لهذا قبل ما تبداو تباليو اون فوا دوز البريصه في الخط الاول عليكم تقلبوا البال. هذه هي المعلومه مهمه بزاف للفلاحه الصغار ولا الكبار، لان الخساره ما كيبغيها حتى شي واحد. فالاخوان، هذا الخير تبارك الله راه ما جاش غير هكاك، جا من بعد مجموعه من يعني الوسائل ديال الري والادويه والاسمده اللي دائما رغم الجفاف ديال هذا العام ما طاحش بزاف، ولكن الحمد لله
تقنيه الري. وبالحكم اننا قرابين من واد ورغه اللي هو كيتواجد واد ورغه هنا في هذه البلاصه حدا الغابه بالضبط، يعني قريب، المسافه قريبه، كتسهل علينا الري، عمليه الري. وهكا كيكون المحصول بكميه كبيره. وبطبيعه الحال هادشي كامل من فضل الله سبحانه وتعالى، والمجهودات ديال العمال والمجهودات ديال يعني بزاف ديال الناس اللي كيحاولوا انهم يساهموا في هذا المنتوج ولهذا المحصول. فهنا كنحصدوا النتيجه ديال هذا الشيء كامل، ديال هذا التعب، لان من بعد المعاناه ديال الخدمه المصاير ديال الخدامه وديال السقي. يعني واخا قريب لنا الواد، ما يعني السقي راه كياخذ منا واحد الصعير كبير بزاف، لان كتخسر عليه المازوت، بزاف ديال المسائل، يعني كتوصل لواحد الصوائر اللي كثيره بزاف. ولكن فاش كيكون النتيجه كتنسى ديك الصوائر. فمن بعد عمليه الزرع والحرث والسقي، يعني كيبدا المنتوج والمحصول انه يبان. وكنبداو نديروا الاسمده والادويه اللي كيخليهم بطبيعه الحال كيعطيونا هاد المردوديه، لا من حيث المنتوج ديال القمح، لا من حيث الكميه ديال البال، لان البال راه مهم بزاف. راه ما يمكنش تربح غير في القمح، الربح راه كيكملوا القمح وكيكملوا البال ديالو، الهيشار ديالو. دابا الاخوان من بعد هاد المعاناه هادي، فهاد البال اللي كتشوفوا كنشارجيوه هنا في التراكتور راه كنطلعوه للمكازه، كنحاولوا نستوكيوه في المكازه باش ما يضيعش، لان الحراره والافات كتوقع، والحصيده راكم كتعرفوا، يعني هي شي حاجه ديال العافيه قليله. وجينا على الشانطي راه لا قدر الله انه تشعل العافيه، ما يبقى حتى شي حاجه من هادشي هذا، ربي كيحفظ وصافي. فلهذا كنقوموا بعمليه ديال التنقيل ديالو للمكازه، كنحطوه في المكازه باش نقوموا بالعمليه الحفظ ديالو. الاخوان والاصدقاء اللي عنده شي تساؤل او لا باغي يستفسر على شي حاجه، فما عليه الا يخليها لنا في التعليقات، فغادي نجاوبكم كاملين ان شاء الله. وكنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل بزاف د الناس، والمعلومه يعني ياخذوها بزاف د الناس. وكنشكركم على الدعم ديالكم لهذه القناه، وتحياتي لكم. وتبارك الله على الرجال ديالنا اللي خدامين في ظروف صعبه تحت هذا المناخ اللي الحراره تبارك الله. الله يعاونهم والله يسخر لهم، ونتمنى لهم الخير. تبارك الله عليكم الاخوان، السلام عليكم.